يا ولد، ممكن سؤال؟ تفضل اختي. أنا جميلة والكل يباوع لي. شنو السر اللي خلاك ما تباوع لي ولا تحكي وياي؟ ديني يحرم ذلك. قل للمؤمنين أن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. زين ليش ما ترفع عينك علي لما تحكي؟ الله سبحانه وتعالى ما يقبل، وأنا قرأت لك الآية. شنو هذا دينك اللي يخليك متباوع لي؟ أخاف الله رب العالمين حرم علي ذلك. وماذا يأمر دينكم؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. شنو هذا اللي تقوله؟ أول مرة أسمع هيك كلام. آية من آيات القرآن الكريم الذي أنزله رب العالمين هدى ورحمة للعالمين. أنت جمعت كل المثاليات بهذا الاختصار العجيب. أختي في أمان الله وحفظك. ما كملت حديثي وياك، بس أريد أكمل حديثي وياك وبعدين روح. إن شاء الله. حدثني عن هذا الدين العظيم اللي خلاك ما ترفع راسك علي. دين الله حرم علي ذلك، ما يصير أباوع للمرأة الأجنبية، ما يصير، هذا الله سبحانه وتعالى ما يقبل به. أنا صاحبة أملاك وشركات، تقبل تتزوجني؟ لا أقبل لأنك غير مسلمة. شنو اللي أسوي وأدخل الإسلام وشنو اللي أسوي وترضى علي؟ أنا عاجبتني شخصيتك وعندي أملاك وعندي شركات، يعني صعبة أنه ألقى بهذا اليوم ألقى شخص مثلك تأمن علي وعلى أملاكي. الحمد لله على حسن العاقبة، بس أنا عندي شروط. وأنا موافقة على كل شروطك. أول شيء تغيرين يعني ملابسك. نعم. وتسكرين روحك، لأن الله سبحانه وتعالى ما يرضى عليك. إذا ترضين تستمرين وياي. عليكم السلام. عليكم السلام شيخ. الله يساعدكم، جواكم الله. شلونكم مولانا؟ الله يعزك. شلونك شيخ؟ الله يسلمكم، الله يحفظكم، الله يرعاكم، حياكم الله. ان شاء الله تعالى بكلتكم انت والاخت. نعم. ان شاء الله تعالى. شهودكم موجودين؟ شهودكم موجودين؟ ان شاء الله موجودين. يا الله. نتوكل على الله. الله تعالى بخدمتكم مولانا ان شاء الله. شيخنا ممكن سؤال؟ تفضل مولاك بخدمتكم. حدثني عن دينكم، أنا أريد أصير مسلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا إن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، هذا الطريق الصحيح الذي دخلت فيه هو طريق الله، طريق الحق. إن الدين عند الله هو الإسلام. فرسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. هو هذا ديننا، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يأمر بلبس الحجاب وبعفة المرأة وبالشرف وبالأمانة وبالإخلاص وبهذه الأمور الطيبة التي أمر الله تعالى بها. فهذا الدين الحق وهذا الدين القيم يجب أن نحافظ عليه إن شاء الله تعالى. والإسلام يرحب بيك وأهلا وسهلا ومرحبا. وإن شاء الله تعالى راح تشوفين الإسلام إسلام حقيقي، وإن شاء الله تعالى راح تشوفين الإسلام المحمدي الصادق، إسلام الذي يهدي إلى النور وإلى طريق الحق والرشاد إن شاء الله تعالى. وبارك الله بيك وكثر الله من أمثالك. وإن شاء الله تعالى إحنا قلوبنا قبل صدورنا قبل بيوتنا مفتوحة لكل من يطب الإسلام إن شاء الله، ونفهمه شنو الإسلام وشنو الدين الإسلامي. خدمتكم. شيخنا أبدأ أدرس الإسلام بصورة صحيحة، يعني أريد أعرف منك الأكثر بعد حتى يكون رب العالمين راضي علي. إن شاء الله أختي العزيزة نكون بخدمتكم، نعطيكم بعض الكتب الإسلامية تحث على الدين الإسلامي القيم. وأهلا وسهلا بكم في هذا الإسلام المبارك، الإسلام المحمدي القيم. لا سوى عليك أن تقولي الشهادتين ولكن بشرطهما وشروطهما.
هسه قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وأشهد أن عليا ولي الله. وأشهد أن عليا ولي الله. أصبحت مسلمة وعليك ما على المسلمات من الحجاب وعدم التبرج مرة أخرى. المرأة الإسلام سامحش لأن أنت توش طبيتي بالإسلام، فلذلك بعد باطل إن شاء الله هذا التبرج وهاي الألوان وهاي الزينة فقط بغرفتك زوجك. اجى النسوان يسألنا رسول الله، يقول له يا رسول الله احنا ليش ما علينا جهاد؟ ليش ما نجاهد؟ ليش ما نقاتل؟ هم نريد نطلب الجنة. فقال لهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسن تبعل الزوجة لزوجها في غرفتها أو بيتها هي أفضل أنواع الجهاد عند الله. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هسه بعد تعقدون مو إن شاء الله. إيش قد المقدم مالكم؟ المهر المقدم عندنا بالإسلام اللي يتزوج يبذل مهر إلى الزوجة مجموعة من الأموال تشتري بها ملابس أو مصروفات ذهبية أو جهاز عرس. فأنت ايش قد تردين؟ إيش قد تردين المقدم؟ أنا متمكنة والحمد لله ما محتاجة شيء، بس أنا أسمع من عندك ما أعرف شنو يعني الزواج شلون يصير بالإسلام. أنا ما أعرف، أنا بدي أسمع من يمك. يا الله، الحمد لله الذي أحل النكاح وحرم الزنا والسفاح، وصلى الله على محمد وآله خير من سكن البطاح. قال رسول الله محمد اللي هو رسولنا اللي صاحب القرآن وصاحب الإسلام وصاحب الدين عليه الصلاة والسلام وعلى آله، يقول الزواج سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. تزاوجوا تناسلوا تناكحوا حتى أباهي بكم الأمم ولو بالقسط. فمن تزوج فقد أكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. احنا عندنا التقاليد الإسلامية والعادات بأن المرأة تأخذ شيء من الأموال وجزاك الله خير الجزاء. انت قلتي أنا متمكنة وأنا من يمي راح أهديكم المقدم مالك هي القرآن الكريم كتاب الله المقدس، حتى تقرين القرآن وتشوفين القرآن ايش قد جميل. علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول اقرأوا القرآن فإن ظاهره أنيق وباطنه عميق وهو تبيان لكل شيء وهو حديث مع كل عهد. المقدم مالش قرآن والمؤخر مالش. هو المؤخر مو إلا تطلق المرأة، المؤخر هو من ضمن المقدم. المؤخر مالش الزيارة إلى العتبات المطهرة المقدسة إن شاء الله تعالى. تزورين أمتنا، تتشرفين بزيارة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وولديه الإمام الحسين الشهيد المظلوم وأخيه أبا الفضل العباس سلام الله عليهم أجمعين. وإن شاء الله نعطيك الكتب والتعليمات إن شاء الله تكونين مسلمة. وأنا أوجه رسالة أتمنى للمسلمات الحقيقيات، المسلمات الحقيقيات مو اللي طبنتوهم بالإسلام، هن وأمهاتهن وآبائهن إذا تقدم لهم خاطب خلي شوية يخففون على هذا، لأن الجو هسه مع الأسف مكهرب مشحون وشبابنا لا عرس لا عمل لا زواج لا إمكانية. أتمنى يعني أمنية وأمنية كل شاب إن شاء الله تعالى بأن يخففون عنا المقدم، يخففون المؤخر، يخففون القاعة، يخففون الطعام العشاء التكاليف. وهذا المحبس مني إلك هدية. ما يحلى بس بيدك إن شاء الله. ربي يحفظك إلي. الله يسلمك. طبعا كل أملاكي كل الثروة اللي عندي هدية مني إلك ولليتام. الله يسلمك يا بعد قلبي، مشكورة. أنا ما أريد لا أملاك ولا فلوس، أهم شيء يعني كسبتك كزوجة الحمد لله من فضل رب العالمين. الله رزقنا فيك مرة مؤدبة وتاخذ بالنصيحة والحمد لله رب العالمين. ربي يحفظك إلي لأن رزقنا فيك إنسان يعرف الله ويمشي على الحق، وهذا الشيء اللي أتمناه أنت بحياتي. الحمد لله والشكر. يا الله نقرأ الفاتحة بهذا اليوم المبارك إن شاء الله لتعجيل لفرج المولى صاحب العصر والزمان ولشفاء المرضى ولقضاء الحوائج ولدفع البلاء والوباء عن شيعة أمير المؤمنين وعن أمة محمد أجمعين إن شاء الله تعالى، ورحمة على شهدائنا أمواتنا موت السامعين والحاضرين، هدية إلى مولاتي الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء وأم البنين وخديجة الكبرى أم المؤمنين بهذه الليلة المناسبة الطيبة وهذه الفرحة العائمة على قلوبنا. الحمد لله الذي جمع رأسين بالحلال. نهدي ثواب الفاتحة
إلى باب الحوائج وقمر العشيرة أبا الفضل العباس معطرين مجلسنا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عليكم متابعين، الصورة وضحت إن شاء الله والفكرة والقصة وضحت. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الحمد لله، يعني من أنا مسلم متدين أمين، الله رزقنا بهاي البنية الحلوة الحبوبة الطيوبة وطتني كل أملاك هي. لا صدقون احنا مجرد نمثل، هو كله مشهد نأدي صورة واقعية لا أكثر ولا أقل. العالم يصدق بيك كاظم، صدق العالم لا تحكي.